منه دلوقتي. استاذ محمد، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن كريم؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك يا استاذ محمد. اشرح لنا دورك ايه في موضوع مارتن يول عشان انا ما عنديش معلومات. لا، انا ممثل مارتن يول هنا في مصر وفي الشرق الاوسط ووكيله يعني في مصر والشرق الاوسط. معاك يعني تفويض منه يعني في للنادي الاهلي او في مصر والشرق الاوسط، ولا وكيله عامه في مصر والشرق الاوسط؟ لا، ما وكيله عامه في مصر والشرق الاوسط يعني. تمام. تفويض لفتره معينه او لحاجه يعني. تمام. قول لنا التفاصيل بقى. يعني انا قلت من شويه تفاصيل كده على الامور الماديه ومده العقد سنه ونص والجهاز المعاون ويعني وتدريبه للنادي الاهلي. الامور جت ازاي، او يعني بدايه الاتصالات كانت ازاي مع مستر مارتن يول؟ والله احنا يعني في الفتره اللي كان فيه النادي الاهلي بيدور على مدرب، على مدير فني. عرضنا الموضوع على مارتن، وهو يعني كان استاذ محمد معلش، انت عارف انا عارف كل الوكلاء بتوع مصر، بس ما سمعتش محمد حبشي. حضرتك شغال بره مصر ولا ليك شغل داخل مصر؟ لا، ليا شغل داخل مصر، بس انا اصلا ليا شركتي في البرتغال يعني. فين؟ حضرتك كلمتني في ماتش سبورتنج لشبونه والاتحاد ماتش سبورتنج لشبونه والاتحاد حضرتك. بالظبط يعني. انت شغلك في البرتغال يعني. شركتي اصلا في البرتغال. مع محمد العاصي بقى؟ لا خالص، لا. مش مع محمد العاصي؟ لا، مش مع محمد. طيب تمام. قول لنا بدايه الاتصالات ازاي؟ فهو عرضنا عليه الموضوع يعني، وكان في ترحيب لان هو يعني مارتن بسبب علاقته بميدو حسام يعني عارف مصر ومتابع اخبارها من فتره طويله يعني، والكره في مصر. وكان حابب ان هو يعني لما جت له فكره النادي الاهلي طبعا رحب بيها جدا. ايوه. وكان بس القلق من الوضع والحاله الامنيه والاستقرار، والحمد لله ده اطمن عليه يعني من ميدو وحسام غالي. هو بيثق فيهم جدا يعني. فلما اتكلم معاه الامور كانت كويسه وايجابيه، ومن هنا ابتدينا يعني نتكلم مع النادي الاهلي، وابتدينا ناخد خطوات لغايه ما الحمد لله الموضوع تم على خير يعني. التعاقد سنه ونص؟ باذن الله. سنه ونص. معاه 2 مساعدين ولا 3؟ ولا 2 ولا 3، هو واحد بس. واحد بس اللي هو مدرب الاحمال؟ بالظبط. والموضوع المحلل الفني؟ لا، ما فيش محلل فني ولا حاجه، هو مساعد واحد بس. مساعد واحد، اللي هو ليندمان، صح؟ بالظبط، اللي هو الهولندي مايكل ليندمان. طيب بالنسبه لموضوع الفلوس، يعني هل كان في تفاوض من النادي الاهلي ان هو كان مبلغ اكبر من كده؟ انا سمعت كان 400,000 دولار في الاول شهريا. لا خالص، مش كده برضه. لا خالص. احنا وصلنا لرقم يعني كويس جدا يرضي مارتن يول ويرضي النادي الاهلي. وبعدين هو مارتن يول جاي مصر وجاي النادي الاهلي لمعرفته بقيمه النادي الاهلي في مصر وفي الشرق الاوسط، وجاي يعني يقدم حاجه. عارف ظروف مصر، وعارف ان الماتشات بدون جماهير وان طبعا عارف كل الظروف دي. طبعا عارف كل ده، وهو طبعا بيتمنى ان في اقرب وقت يبقى فيه جمهور، لان دي حاجه من عوامل القوه بالنسبه للنادي الاهلي. هو مستر مارتن يول مستشار فني في نادي ادو دن هاخ الهولندي، النادي اللي هو نشأ فيه. وفي الفتره اللي هو كان مارتن مش متعاقد مع اي نادي كان بيقوم بالدور ده فعلا، لان ده النادي يعني بالنسبه له حاجه يعني علاقه قويه ما بينه وما بينهم بعيدا عن الشغل يعني. لكن هي مجرد مستشار يعني، مش حاجه مش ما فيش عقود يعني او حاجه ما بينهم يعني فيها مشكله. اكيد يعني علاقته قويه جدا اكيد بحسام غالي يعني، وعارف ان هو موجود لسه طبعًا. بيلعب في الاهلي طبعا. فاكيد علاقه قويه جدا. طبعا. هيغير جهازه المصري ولا الجهاز المصري هيكمل؟ والله بقى دي حاجه هتبقى يعني هيبقى في قعده ما بين الراجل وما بين اداره النادي الاهلي، وهيتفقوا على الشكل اللي هيبقى ماشي ازاي طبعا، لان طبعا الموضوع ده هيبقى ليه دور كبير بالنسبه للنادي الاهلي وقراراته، لان طبعا الراجل ما يعرفش حد بنسبه كبيره يعني. طلب هاني رمزي فعلا من فتره كده لما كان قاعد مع المهندس محمود طاهر، ولا ما طلبش حد؟ والله كابتن هاني طبعا من الاسماء الكبيره طبعا في مصر يعني، ولو كابتن هاني موجود هتبقى حاجه كويسه طبعا. لا هو انا بسال مارتن طلبه ولا ما طلبوش بس يعني. انا عارف كابتن هاني طبعا اسم كبير، لكن هل مستر مارتن جاب سيرته او طلبه ولا لا؟ لا، هو يعني مارتن يول عارف هاني كابتن هاني بحكم يعني اسم كابتن هاني كبير في اوروبا، فعلى هذا الاساس يعني يتكلم فيه، وهو عارف كابتن هاني اشتغل في ايه في الفتره اللي فاتت يعني. فعلى هذا الاساس يعني كان مرحب ان لو في فرصه ان كابتن هاني يبقى موجود، فطبعا دي تبقى حاجه بالنسبه له كويسه يعني. كان مرحب. لكن هو ما عندوش طبعا يعني مرحب يعني طبعا
كابتن هاني شخص مؤهل يعني ممكن كابتن هاني يبقى المدرب العام للنادي الاهلي مع مارتن يول؟ ما اقدرش اقول حاجه زي كده يعني، لكن هو ده مش قرار الراجل لوحده، برضه كابتن هاني متعاقد مع نادي الشرطه. فده برضه هيبقى كل المواضيع دي هترجع للنادي الاهلي يعني، هو دي مجرد بس بيصار يعني، لكن ما فيش حاجه اكيد طبعا. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد الحبشي وكيل مارتن يول.